لويس لاتيمر. لويس هوارد لاتيمر مخترع أمريكي، ولد في 4 سبتمبر عام 1848 في تشيلسي في الولايات المتحدة الأمريكية. والده هو جورج لاتيمر ووالدته هي ريبيكا سميث. لويس هوارد لاتيمر هو مخترع أمريكي ومهندس من أصل إفريقي. عاش لويس لاتيمر في ظروف صعبة في ظل العبودية. انضم إلى مكتب محاماة براءات الاختراع كروسبي هالستد غولد كصبي في مكتب المحاماة. أثناء العمل في مكتب براءة الاختراع لاحظ الرسامين وعلم نفسه الرسم الميكانيكي والصياغة، وتم تعيينه رساما للركاب وتمت ترقيته إلى رئيس رسام. في عام 1874 شارك في اختراع خزانة مياه محسنة لسيارات السكك الحديدية وحصل على براءة اختراعها. استأجرته شركة الإضاءة الكهربائية في الولايات المتحدة كمساعد مدير ورسام، وهذه الشركة ملك المخترع ماكسيم وهو أحد منافسي توماس إديسون. قام بتحسين المصباح الكهربي الذي اخترعه توماس إديسون من خلال تصميم خيوط كربون مع زيادة عمر المصباح. وشارك براءة الاختراع لهذا جوزيف الخامس نيكولز في عام 1881 وباعها لشركة إنارة في الولايات المتحدة. قدم براءة اختراع لعملية تصنيع الكربون بعد تحسين طريقة إنتاج خيوط الكربون في عام 1882. عمل في جنرال إلكتريك ككبير رسام ومهندس وأخصائي براءات الاختراع، وهو العضو الوحيد من أصل إفريقي من أصل 24 عالم في القسم الهندسي لشركة إديسون. شارك في تأليف كتاب الإضاءة الكهربائية المتوهجة، ونشر هذا الكتاب في عام 1890 وهو أول كتاب عن الإضاءة الكهربائية. ولعلمه بالهندسة الكهربائية تم توظيف خدماته من قبل العديد من فرق التخطيط في المدن الكبرى التي شاركت في توصيل الطرق للإضاءة الكهربائية. خلال مسيرته اللامعة التي حصل فيها على براءات اختراع مؤيد للمصابيح الكهربائية وجهاز تكييف الهواء المبكر للتبريد والتطهير وتأمين للقبعات والمعاطف والمظلات وتركيبات المصباح. في ظل الاختراعات الكبيرة، لاتيمر كان العضو المؤسس للكنيسة الموحدة في فلوشينغ في نيويورك، وقام بتدريس الكبار في فصول المدارس الليلية، وهو أيضا الذي علم نفسه الرسم الهندسي في بادئ الأمر، وهو مؤلف كتاب الإضاءة المتوهجة زي ما قلنا. والكتاب ده بيعتبر صدى مهم في الناحية الثقافية ولقب باسم المخترع. فكان مخترعا وصانعا ومهندسا ومؤلفا وشاعرا وموسيقارا ورجل مكرسا لعائلة تتكون من زوجته ميري لويس وابنتان هم جانيت ولويز. وتعد أهم اختراعاته تطوير المصباح الكهربي لإديسون ليطول لمدة أطول، وبراءة اختراع الهاتف الذي يعد تكنولوجيا لم يستطع أحد التخلي عنها في القرن التاسع عشر. توفى في 11 من ديسمبر عام 1928 في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر 80 عام من الاختراعات. كرم لاتيمر بعدما مات بأن سميت مدرسة عامة في بروكلين باسمه. وفي عام 2006 تم إدخاله في قاعة مشاهير المخترعين الوطنية. ودي كانت حلقتنا عن العالم الكبير لويس لاتيمر. لو عجبتك الحلقة وعجبتك معلوماتنا اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.